عندنا اهم لعبه اثار الجدل على السوشيال ميديا وفي الوسط الرياضي لعبه مطالبه زد بركله الجزاء. قبل ما اشوف اللعبه عايز اتفق مع حضراتكم على حاجات اساسيه هنتحرك بيها طول وجودنا في الحلقات. لمسه اليد، لمسه اليد حاجتين، تعمد. ايه هو التعمد؟ ان انا ابقى قاصد بالبلدي كده اعمل مخالفه، امسك الكره بايدي زي الفولي بول زي الهاند بول زي الكلام ده اسمه تعمد. ثاني حاجه مخالفه لمسه اليد. المخالفه دي، مخالفه لمسه اليد دي بيترتب عليها تكبير جسم، وضع غير مبرر او حركه اضافيه ضاف عليهم البلوك. لقينا حاجه من الحاجات دي هنروح للمس اليد. طب ما لقيناش يبقى مفيش لمس اليد. انا بحاول ابسط لحضراتكم واسهل على حضراتكم المعايير والقانون بيقول ايه، عشان اي حاله مماثله هتلاقوها عندنا بنحللها من خلال كده. احنا مالناش دعوه بالوان، احنا لينا دعوه بقانون واعتبارات. خلينا نرجع للحاله بتاعتنا. شفنا الكوره من زاويه خبطت في ايد اللعيب دايركت، تمام. شفنا زاويه ثانيه لقينا الكوره خبطت في دماغ اللعيب او في صدر اللعيب ونزلت على ايده في وضع ايد مبرر. ده حاجه اسمها كره غير متوقعه، ووضع الايد مبرر، ما عنديش فيه مشكله. وقرار محمد الغازي في الملعب قرار سليم، وقرار خالد الغندور قرار سليم، بحييهم عليه. لعبه صعبه، توقيت صعب، خدوا القرار كويس. بحيي خالد الغندور لما حكم الفار يبقى فاهم في القانون يا جماعه بيسهل على الحكم. بحيي خالد الغندور علشان فعلا فاهم في القانون. الحكم اللي فاهم في قانون الكوره وفاهم يعني ايه كره قدم بيسهل على الحكم في الملعب. عشان كده دايما بالنادي حكام الفار اللي تقعد على الفار لازم يبقوا صفروا في الملعب، وخالد الغندور من الحكام اللي بتصفر في الملعب وحكم كويس. بالتوفيق يا رجاله في اللي جاي، الاداء كويس وعايزين كله من ده ان شاء الله باذن الله.